لما تيجي تدخل بيوت كتيرة جديدة هتلاقي إن كل حاجة فيها رمادي، الحيطة رمادي، الكنبة رمادي، المطبخ رمادي، الغسالة رمادي، حتى المزاج رمادي. طب ليه؟ ليه كل حاجة بقت رمادي؟ هو احنا بنحب اللون دوت ولا خايفين من الألوان التانية؟ تعالوا نحكي. أنا محمد أحمد عبد اللطيف ودي أوضة وصالة. أغلب الناس بتفتكر إن اللون الرمادي لون محايد، بس علم النفس اللوني بيقول غير كده. اللون الرمادي ممكن يديك إحساس بإن هو لون محايد، بس في الحقيقة هو بيعبر عن حاجات تانية، زي مثلا الهدوء، البرودة، اللا قرار، غياب العاطفة أو الكبت العاطفي، غياب الاتجاه. أو بمعنى أبسط يعني الرمادي مش لون محايد، هو قرار بيعبر عن إنك بتهرب من قرار تاني. هبسطها لك، ممكن تقولي هروب إيه يا عم، بس ما تكبرش الموضوع، دي مجرد موضة وترند بس. طيب بمناسبة للموضة خليني أحكي لك حاجة. في 2015 تقريبا في حاجة كده طلعت اسمها جريج ستاتكس، يعني الرمادي زائد البيج، ويا سلام كده لو حطيت عليهم حبة أبيض مطفي. طب ليه؟ عشان الصور تطلع كده حلوة على انستجرام، ويطلع شكلك شيك كده وترندي، ومحدش يجي يتريق عليك ويقول لك ايه ده حاطط حيطة زرقاء في بيتك. ما ينفعش الكلام ده. اصل الرمادي بقى الاختيار اللي محدش بيزعل منه، حاجة كده ما فيهاش شخصية، ما فيهاش روح، مضمونة وباردة وشبه العيادات. في علم النفس في حاجة اسمها decision fatigue، يعني تعب الاختيارات. لما يكون عندك اختيارات كتير قوي، المخ بتاعك بيزهق ومش عايز يختار، عايز ينجز، فبيختار اسهل حاجة ممكنة، او بيختار الحاجة اللي الناس اللي حواليه بيختاروها. والرمادي هنا بقى هو الخيار الآمن، اللي هو انا مش عارف اختار ايه، دوس رمادي. على فكرة مش بتكلم على كل البيوت اللي في مصر يعني او في العالم العربي، لان اكيد في ناس كتيرة بتستخدم الوان بشكل انتوا شايفينه على ساعات تطلع على الفيسبوك كده حاجات غريبة. برضو ده مش كويس، ده بيتعب مخك اكتر، لان ممكن ما يبقاش فيه تناسق بين الالوان، فبيسبب حاجات معينه للادراك البصري بتاعك واتعابك. طب بعيدا عن الكلام المجعلص دوت، خلينا نرجع تاني لموضوعنا. الموضوع مش بس في البيوت، حتى المباني ساعات بتشوفها كتير قوي رمادي، وزرار الاشتراك اللي هنا برضو لسه رمادي. ايه بقى، اشترك وخليه احمر كده. العمارات، المولات، مكاتب، تلاقي كده كأن في اتفاق غير معلن ان كل حاجه تبقى رمادي. وعلى فكرة لما بقول رمادي مش بس أقصد اللون الرمادي، أنا بتكلم الحالة اللي هي المحايدة قوي اللي بنشوفها في أوض، في تصميمات، في بيان كتير. طيب ليه؟ لأن الرمادي بيعكس الذوق الاقتصادي الجديد، مش تقليدي بس مش جريء، مش شعبي بس مش راقي، مش قبيح بس برضه مش جميل. فده الستايل الرسمي لطبقة كده معينة عايزة تبقى شيك وراقية، بس من غير ما تلفت الأنظار قوي. وعلى فكرة مش شرط إن أنت تكره الرمادي، يعني ممكن في حالات كتير قوي من الألوان الرمادية بتبقى لايقة في حاجات معينة. بس لما تيجي تختاره، قول لنفسك هل أنا فعلا اخترته عشان بحبه أو عشان سبب معين، ولا لقيت الناس بتمشي بيه فأنا كمان مشيت بيه. والمشكلة الكبيرة لما يكون كل حاجة حوالينا رمادي أو حيادية، فاحنا كده بنقلل المجهود البصري بتاعنا، وده بيتعب برضو مخنا. يعني مخنا ممكن يتعب قوي لو في حاجات كتير كتير كده بصريا متعبة، بس برضه بيتعب والنشاط بتاعه بيقل لو كل حاجة محايدة. لازم في حاجات كده تنشط مناطق معينة في مخنا. ودي على فكرة من أسباب إني بكره المينيماليزم، رغم إن في ناس كتير قوي بتشكر فيه، بس في دراسات أثبتت إن المينيماليزم بيأثر سلبيا على مخنا. ممكن نتكلم عن الموضوع ده في حلقة تانية لو انتوا عايزين، بس قولوا في الكومنتات. فهي أوضة وصالة، فمتخليهاش من غير لون، وسيب لايك لو حسيت إن احنا حياتنا فعلا محتاجة ألوان أكتر، واتفضلوا في الصالة الشاي هيبرد، والسلام ختام.